الديكور من هنايا من فوق القنطرة ناضي بصراحة، مناظر رائعة. هي الصومعة ديال حسان تحت القنطرة، بزاف الحوايج اللي تفركسو هنا في الرباط وعطاو واحد الديكور زوين تحت القنطرة. ان شاء الله باش نهبطو للبحر. هذه المرصة ديال الرباط. هاد الفليك هما اللي كيخرجوا الحوت بحال هكا في الصباح، اللي كيتقداو الحوت راه من هنايا حتى تيقطعوا ما بين سلا ورباط. حنا وصلنا للبلاج. بكري الا بغيتو تمشيو تلقاو بلاصه فين تبلاصيو الطوموبيل يبيعوا داكشي ديال الماكله. بدا تيعمر. شوفوا الناس جايين وقيلا مع 7 الصباح. كاين هاد البلايصه هادي بحال القرية تنشيطية يجلسوا فيها الوليدات يرسموا يلعبوا. ندورو داروا لنا النشيد الوطني تما تيطلقوا حتى الموسيقى في هذيك القريه التنشيطيه. المهم جبنا فطورنا نفطروا هنايا. فطور الصباح في البحر كيجي شي حاجه زوينه، تتبدلوا شويه على الدار. وكاين ما يتشاف الصراحه في الرباط باش يدير بحال المنشار. الصوره ديالهم واقعين زوينين تيجيو العائلات. هنايا طلعت صورت في البدايه. هذا هو البحر ديال سلا. البحر ديال سلا والرباط راه مقاربين مع بعضياتهم. عامر تاهو اللي بغى يضرب دوره هكا في هاد الفلايك. شو على المنظر كي داير. البرج شوفوا كي تيبان. شو على المنظر ديالو. وصافي دابا غادي نمشيو نتغداو. اللي بغى بحال كيتغدى كاين في سوق الصالحين هكا في سلا. داكشي خاص غير بالحوس وتتكون الدنيا عامره كلشي تيبغي ياكل الحوس نهار السبت والحد. ايوا تغدينا تمايا ودرت لكم فلوق هكا صغير. يلا بالسلام عليكم.